لما العريس القصايد طاب معناها الحصري والمميز بقبال فقط على استوديو أصالة الخليج. الدنيا تضويها حصريا على استوديو أصالة الخليج. حي الأصيلة ومعنى العز حياها أم خالد اللي الشموخ الله معطيها أم العريس الكرم من طبع يمناها والجود والخير من عادة أياديها لما العريس القصايد طاب معناها بقبالها النور إلى الدنيا تضويها حي الأصيلة ومعنى العز حياها الحصري والمميز فقط على استوديو أصالة الخليج. أم العريس الكرم حصريا على استوديو أصالة الخليج. والجود والخير من عادة أياديها حظاه وبنت الفخر ويزيد علياها الشيخ بها على العزة مربيها شيخه ورثات شيوخ تعز من جاها قوم المراجل وللنخوة أهاليها من حقها تفخر وما حق نسواها فرحة ولدها العريس الله يهنيها عبد العزيز العريس اليوم غطاها بفرح تسوى الحياة وكل ما فيها مبروك يا عبد العزيز والف قلناها يلي علومك تشرف كون يرويها يا راعي الطيب والسيرة عرفناها دخرى الشدايد وللوقفة تراعيها يا أمه تفاخري ولجلك نظمناها نذكر وصوفها العظيمة ونفتخر فيها وعيالك رجال ترفع راية الواها عزوة وسند كل فزعة تلبيها بناتك أوصافهن ملقون وفاها إن كاسبت المكان اللي بمعاليها واختامها يا عسى الأفراح مأواها في داركم والسعادة الله يبقيها واختامها يا عسى الأفراح مأواها في داركم والسعادة الله يبقيها لما العريس القصايد طاب معناها بقبالها النور إلى الدنيا تضويها حي الأصيلة ومعنى العز حياها أم خالد اللي الشموخ الله معطيها أم العريس الكرم من طبع يمناها والجود والخير من عادة أياديها حظاه وبنت الفخر ويزيد علياها الشيخ بها على العزة مربيها شيخه ورثات شيوخ تعز من جاها قوم المراجل وللنخوة أهاليها من حقها تفخر وما حق نسواها فرحة ولدها العريس الله يهنيها عبد العزيز العريس اليوم غطاها بفرح تسوى الحياة وكل ما فيها مبروك يا عبد العزيز والف قلناها يلي علومك تشرف كون يرويها يا راعي الطيب والسيرة عرفناها دخرى الشدايد وللوقفة تراعيها يا أمه تفاخري ولجلك نظمناها نذكر وصوفها العظيمة ونفتخر فيها وعيالك رجال ترفع راية الواها عزوة وسند كل فزعة تلبيها بناتك أوصافهن ملقون وفاها إن كاسبت المكان اللي بمعاليها واختامها يا عسى الأفراح مأواها